لو حاسة بتعب بجسمك ومفيش أي سبب عضوي واضح، بتروحي للدكاترة وبتقولك انتي كويسة بس انتي حاسة ان انتي تعبانة. لو حاسة ان في شبح قلق ساكن جواكي وانتي مش عارفة هو موجود ليه، ما بقيتيش عارفة تستمتعي بالحاجات البسيطة اللي في يومك، حتى كمان وقت النوم اللي المفروض ترتاحي فيه ما بقيتيش عارفة تنامي، بقى عندك اضطرابات في النوم كمان. كل اللي انا قلتهولك ده نتيجة طبيعية جدا لحاجات انتي بتعمليها في يومك من غير ما تكوني واخدة بالك. الاعراض دي كتبت تحت اسم Rushing Woman Syndrome، متلازمة المرأة المستعجلة. على طول بتجري في يومك، عندك توتر، مستعجلة، حاسة انك لازم تعملي كل حاجة دلوقتي وجسمك دايما منهك. طب وبعدين، ولحد امتى هتفضلي في الدوامة دي؟ كفاية قوي على جسمك يدفع التمن أكتر من كده. خليكي رحيمة بنفسك واهتمي بيها زي ما بتهتمي بكل الناس اللي حواليكي. ولو مش هتعملي حاجة في حياتك غير ان انتي تغيري عادة الجري والسرعة اللي انتي فيها دي، يبقى خير ما عملتي. وقفي النزيف اللي عمال يصرخ جواكي. انا عارفة انك مش هينفع تمشي وما تعمليش حاجة، بس في نفس الوقت مش هينفع ومش هتقدري تعملي كل حاجة. ورقة وقلم وكل يوم اكتبي بالراحة كده ايه الحاجات اللي مهم جدا تعمليها النهاردة، واي حاجة تاني غير دول اجليها، مش هيحصل اي حاجة. هتكتشفي ان الدنيا بتمشي عادي جدا والحياة بتمشي عادي جدا ومفيش اي حاجة وقفت، بس انتي اللي بقيتي مرتاحة. اخيرا